شايفة القوام بتاعه قد ايه جميل. كاتشب ريحة وطعم ولون رائع. ده كده يا جماعة مجرد سوا من غير اي اضافات من النشا ولا الحاجات التانية دي اللي ممكن تتقل معانا القوام. تعالوا بينا يلا نخش على الطريقة ونشوف عملنا الكاتشب بتاعنا ده النهاردة ازاي بالجمال والقوام اللي انتوا شايفينه ده. يلا بينا على الطريقة. بس لو اول مرة تشوفينا ولسه ما اشتركتيش في القناة، انزلي نورينا واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس وخليه على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. ويلا بينا نخش على الفيديو ونشوف عملنا الكاتشب الرائع ده ازاي. في الاول كده انا جبت 2 كيلو من الطماطم تكون حمرا وجميله زي ما انت ما شايفه كده. هنبتدي ان احنا نشيل منها الحته اللي تحت دي كده ننضفها، وهقطعها على 4 قطع بالشكل ده كده. هعمل كل الكميه اللي معايا بالشكل ده كده، وجبت حله على النار حطيتها وهنزل عليها بكوبايه من الميه وهغطيها واسيبها لغايه ما الاقيها استوت معايا تماما كده، والقشره ابتدت بصي تتشال لوحدها ازاي من على الطماطم اهي. خلاص كده تمام. هاخد بقى الخليط زي ما هو كده بالقشر بالميه اللي فيه زي ما هو كده، وهجيب عندي الخلاط وهننزل بالخليط ده كده زي ما هو في الخلاط. ضربنا الطماطم بتاعتنا في الخلاط بالشكل ده كده. هبتدي بقى نجيب الحله بتاعتنا ومصفى، وهصفيه مرتين، مرة في المصفى الواسعة دي ومرة في مصفى ضيقة. صفيت الطماطم معايا بالشكل اللي انتي شايفاه ده. بصي بقى كمية البذر والقشر اللي طلعت منها، لو كنا عملناها في المصفى الضيقة من الأول كانت طبعا هتبقى صعبة علينا جدا في التصفية. هبتدي أصفيها مرة كمان. ادي شايفة لون الكاتشب ولسه ما سويناهوش. صفيت الخليط اول مره وهبتدي اصفيه كمان تاني مره. هي بصي التاني مره بيطلع معايا كميه قد ايه من البذر. تعالوا نحط عليه الاضافات بتاعتنا. هنزل عليه بمعلقتين كبار من السكر، معلقه صغيره توم باودر، حاجه بسيطه كده حوالي ربع معلقه من الملح صغيره، ربع كوبايه كده من الخل الابيض العادي بتاع الاكل اللي بنستعمله. هدي بقى الكلام ده كله تقليبه كده محترمه، غطيه من وقت للتاني. هديله تقليبه كده على نار اقل من المتوسطه زي ما اتفقنا، ونشوف شكله هيبقى عامل ازاي. لو وصلت لغايه هنا ولسه ما حطيتيش اللايك حطي اللايك، ولو لسه ما اشتركتيش في القناه انزلي نورينا واشتركي معانا في القناه وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. ونشوف الكاتشب بتاعنا بعد ما يستوي هيبقى شكله عامل ازاي. تعالوا نعمل اختبار للكاتشب بتاعنا ونشوف استوى ولا لسه. جبنا معلقه كده من الكاتشب، بصي لقيته مسيل معايا ميه بالشكل ده كده. كده يعني هو لسه ما استواش. كمان لو اخدت كده وعملت خط في النص بالشكل ده كده لسه بيلم تاني اهو على بعضه مش راسي، معنى كده ان هو لسه ما استواش. لما اعمل الخط كده وما لقاش منزل السوائل اللي فيه دي يبقى هو استوى. هسيبه كمان على النار شويه لغايه ما نعمل له اختبار تاني ونلاقيه استوى معانا. كل ده على نار اقل من المتوسط. هجيب معلقه كده من الكاتشب بعد ما سيبته تاني حوالي ربع ساعه تاني على النار. بصي قوام الكاتشب عمل معانا ازاي، رائع رائع رائع. بصي بقى كده ولا مسيل معانا ميه ولا حاجه. طب نعرف اكتر ازاي؟ هعمل خط كده في النص، لو لم على بعض يبقى لسه ما استويش، لو فضل ثابت كده زي ما هو يبقى كده الكاتشب بتاعنا تمام. ده كنت بجرب فيه كل شويه باخد معلقه كده واشوف السوا بتاعه استوى ولا لسه، لغايه ما وصلنا للنتيجه اللي انا وريتها لك دلوقتي. ما تستعجليش عليه، سيبيه على نار زي ما اتفقنا اقل من المتوسطه. وده كده بقى شكله بعد ما فضيناه في البوله بالشكل ده كده. طبعا اول ما هيبرد هتحطيه في علب وهتحطيه في التلاجة وتستعملي منه بقى على سندوتشات البطاطس، سندوتشات الشاورما، اي سندوتشات. طبعا معروف الكاتشب على طول مع البطاطس. عملت معاكم قبل كده برضو طريقه المايونيز، هتظهر معاكم ان شاء الله في علامة الاي، وهسيبها لكم في صندوق الوصف. الطريقة ناجحة مليون في المية. بس اهم حاجة في المايونيز عشان تعمليه تحطي البيض ما يكونش من التلاجة، البيض يكون بره التلاجة. دي معلومة جامدة جدا عن المايونيز يا جماعة اللي بيفصل معاهم المايونيز. تمام. وادي الكاتشب اهو عملناه بكل سهولة في البيت بطريقة سهلة وبسيطة، ومكونات موجودة في كل بيت. بشوية طماطم هتملي بيتك كله من الكاتشب.
يلا بقى اللي ما كنتيش لسه حطيتي اللايك انزلي حطي اللايك، واكتبي لي كومنت حلو منك. ولو لسه ما اشتركتيش نورينا واشتركي بالقناه وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد، وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله.